عسلامة ومرحبا بكم في قناتي MKM صباح. شنو أحوالكم؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير يا ربي. فيديو جديد ووصفة جديدة جبت لكم فيها وصفة الكيك بالذرة وسكوكو. حاجة بنينة صحية نوعا ما، أما بحكم فيها السكر هذاك علاش قلت لكم نوعا ما، أما هي بنينة مغذية ونافعة للصغيرات والكبار، بحكم الذرة ياسر نافع، تعرفون المنافع بتاعه. دونك ننصحكم جربوها. فيها هكا المذاقات الكل، تشمل هكا طعم الكيك البنين، وتشمل طعم الزقوق وطعم الذرة. حصيلوا حاجة بنينة، ما نطولش عليكم ونتعداو ديريكت للرسات. عندي 3 كعبات عظم بحجم كبير، عندي كيس زيت، 2 كيسان ذرة مذاق زقوقو، كيس فرينة، كيس ونص سكر، كيس حليب، وعندي هذيا شوية زهر. دونك وعندي شوية فاكهة لوز وبوفريوة، اللي تحبوا عملوا تنجموا تستغنوا عليه. وعندي باكو نص خميرة جاتو وباكو سكر فاني. دونك في البول بتاعي حطيت العظم، ومش نحط السكر فاني والسكر السكر حبيبات، معناتها سكر خشين عادي، وباش نركضهم مع بعضهم. نبدأ نركضهم بالكدا حتى يضاعف هذاك الحجم بتاع العظم والسكر، ويذوب معنا السكر. وقتها نزيد الحليب ونكمل ديما نركض، معناتها حتى لوين نحس هذاك الحليب تخل في العظم والسكر. وقتها نزيد الزيت راهو الكيس ماهوش هذاك اللي معبي برشا، دونك شوفوا حسب التقريب انا شنو حطيت وانتم استعملوا هكاكا. كيلت انا بالفنجان بتاع القهوه، قهوه حليب معناتها. دونك توا باش نزيد الزهر، حكايه مغرفتين هكاكا زهر، مغرفتين كبار. وباش نحط توا سايب باش نحط النواشف بتاعي. حطيت الخميره الجاتو، خميره كيميائيه ما يقارب 10-11 جرام خميرة كيميائية. دونك هذاك الباكو فيه 7 وزدت عليه نص باكو آخر. وباش نزيد الفرينة ماذا بيكم تعملوا حتى كيس معبي وإلا كيس ونص ميسالش. وباش نحط زادة الذرة بالزقوق. دونك هذا الذرة شريته حاضر، مش أنا خلطته من الأول، شريته هكاك حاضر عند اللي يبيعوا التوابل والذرة والكل. دونك خلطوها بالكدا. انا حسيته هكا الحقيقه التكستور بتاعه هكا جاريه شويه، زدت شويه فرينه بحكم كما قلت لكم الكيس بتاعي مش معبي برشا، نورمالمون نحط كيس ونص. انا هذاك علاش زدت حكايه مغرفتين كبار فرينه. المهم شوفوا في الاخر لازم تتحصلوا على التكستور كما هكا، تكون ابيس شويه ماهيش هيك اللي جاريه. دونك في المول بتاعي ذا مول سيليكون، عملته دهنته بالزيت ورشيت عليه الجلجلان، وباش نصب فيه الخليط بتاعي. نجموا تزيدوا راهو جلجلان، نجموا تزيدوا زبيب كانت تحبوا. انا اكتفيت هكايا باش نحصر جو بتاع الزقوق ولا اكثر ولا اقل. دونك حسيت البريباراسيون بتاعي اكثر من المول. باش نزيد معاه بيريكس، مول بيريكس مربع. راهو الفور بتاعي خليته يسخن على 175 درجة باش كيف ندخل الكيك بتاعي نلقاه ديجا سخون. هكا هو دهنت المول بيريكس، دهنته بالزيت والفرينة، وكملت صبيت هذاك شوية اللي بقالي صبيته ودخلت من الفور كما قلت لكم يطيب حكاية ساعة غير بون انت والفور بتاعك. ما ننساش زادة رشيت عليها شوية هذيك الفاكهة اللي حطيتها، وشوية جلجلان كانت تحبوا زادة للزينة. الفاكهة تنجموا تحطوا بوفريوة، لوز، فستق اللي عندكم نجموا تحطوها بلاش حصيلوا. اما راهي الفاكهة تزيدها بنة وتزيدها هكا تشخشيخة يعني. حصيلوا إذا وصلت الفيديو المرحلة هذه ما تنساش ومازلت متابعة معنا، ما تنساش تعمل جيم وسابوني وتفعل جرس باش يوصلك نوتيفيكاسيون كل ما نهبط فيديو جديد. وسي خرجتها من الفور، وشوفوا ما شاء الله هذه الكيكة بتاعنا بنة وفيحة وريحة ما شاء الله. نودكم ولا نشهيكم، ننصحكم جربوها ما يكمش باش تنمو بإذن الله. هذه وصفتنا اليوم، إن شاء الله تكون عجبتكم. إن شاء الله نتلاقاو في فيديو آخر وصفة أخرى جديدة وبنة وتشخشيخة أخرى. شوفوا ما شاء الله كيفاش منظرها من اللوطة وعلى جناب. وهذه الكيكة بتاعنا حضرت، إلى اللقاء إن شاء الله في وصفة أخرى.